السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير من الفيديوهات من طرف الجيران، واليوم المراركة بخصوص استقلال الجزائر. و يعني الفيديوهات هذه نتاعهم تتكلم دائما على أن الجزائر أعطي لها الاستقلال باستفتاء، ولم ننله من خلال الثورة ومن خلال دماء وتضحيات الرجال رحمة الله عليهم. كثير من الفيديوهات التي تتكلم على هذا، وعلى أننا أخذنا استقلالنا باستفتاء. والمشكل أنه كان الكثير من الجزائريين رايحين تقولوا لي بلي الجزائريين هذو هما منتحلين، ما همش جزائريين حقيقيين، ولكن كاين الكثير من الجزائريين أيضا اللي نعرفوهم ويعرفونا يأيدوا هذا الطرح نتاع أن فرنسا عطاتنا الاستقلال وما جبناش بذرعنا. راح نشوفوا من خلال مذكرات نتاع ديغول، واللي هو المسؤول المباشر عن هذا الأمر. هل هو عطانا الاستقلال بإرادته وبحسن نية، وصدقوا علينا كما قال واحد الخطرة هذاك الإماراتي في دبي، وكما يردد الكثير من المراركة وكما يعتقد بعض الجزائريين أيضا، أم أنه هذا الاستقلال فرض على فرنسا من طرف الثورة الجزائرية؟ راح نشوفوا من خلال مذكرات هذا الأمر. الكثير كاين حتى بعض الجزائريين ولا المراركة كي تفاجئهم بالدليل أسود على أبيض، ما عندوش مهرب، يبدأ يقول لك: وهل تستشهد بفرنسي كافر على إخوانك المسلمين وما إلى ذلك. ولكن هما كي يحبوا يستشهدوا عليك يجيبوا لك حتى الصهاينة، حتى تغريدة في تويتر تاع واحد صهيوني ضد الجزائر يستعملونها ضدك ويستشهدون بها ضدك، وتجيهم أمر عادي جدا أنهم يستشهدون بها. هذا هو غلاف الكتاب، لمن يريد أن يبحث عنه فهو متوفر في الإنترنت، ولمن لم يجده أستطيع أن أرفعه للتحميل، ولكن سيكون فيه العلامات التي وضعتها أو التي حددتها، أو بعض المقتطفات التي اخترتها لتخدمنا في موضوعنا هذا. أول حاجة نتحدث عليها اللي شفتها أنها تستحق الذكر، هي يقول: أما البلاد المحمية وهي المغرب التي يرأسها مليكها وتونس التي أصبحت جمهورية، فقد كان استقلالهما معترفا به مبدئيا، ولم يبقى سوى منحهما كامل السيادة، وكنت مصمما على ذلك لاعتقادي أنهما ستظلان مرتبطتين بنا قلبا وقالبا. هذا راح يكون رد بسيط على اللي يقول باللي أن في الاستفتاء كان يقول في ورقة استفتاء مكتوب فيها هل نسيتش مكتوب في الورقة: هل تقبل الاستقلال أو الانفصال على فرنسا وتكون متعاونة معها. في هذا الطرح أننا لم نأخذ الاستقلال، وإنما بقينا تحت وصاية الفرنسية، وأننا مجبرون على التعاون معها. وهذا كان حال كل الدول، كما يقول ديغول هو نفسه الذي يستشهدون به. هنا راح نشوفوا وجهة النظر نتاعهم واش يقول. والآن هذا ديغول يتحدث على الجزائر، يقول: والآن ما مصير الجزائر؟ لم نكن هنا أمام وضع يقتضي حله وديا، إنما كنا أمام مأساة كاملة، مأساة فرنسية ومحلية في آن واحد. لقد كانت الجزائر تحتل في حياتنا القومية أهمية لا مجال للموازنة بينها وبين بقية البلاد التي كانت تابعة لنا، فقد سبق أن غزوناها بعد أحداث طويلة قاتمة في عهد البرابرة، وبفضل جهد عسكري ضخم بذل فيه كلا الخصمين كثيرا من الشجاعة وتحمل كثيرا من الخسائر. العدو نتاعك يعترف لك باللي راه ما قدرش يحتلك حتى نشاطر، يقول حتى نقدم تضحيات كبيرة وضخمة، ويعترف لك بالشجاعة نتاعك. هذا العدو نتاعك، وبعد يجيك جارك يقول لك أنتم لم تفعلوا شيئا. ثم تولينا بعد ذلك القضاء على عدة ثورات. هنا راه يشكي من الصعوبات التي واجهته في احتلال الجزائر، حتى بعد التضحيات الضخمة والشجاعة اللي ويشكروا في رواحهم أيضا التي لقيها من طرف الجزائريين، وأيضا لم تهدأ الأمور حتى بعد كل هذه القتالات، ولكنه
لم يهنأ لهم بال، لأنه كانت هناك عدة ثورات فيما بعد. أنا نشوفوا هو كيفاش يقول، هو دروكا ما يحبش يعترف باللي راهو الاستقلال هذا جاء أو فرض عليه بفضل أو من خلال الثورة الجزائرية. هو يقول باللي احنا اللي نعطيكم الاستقلال، أو احنا اللي اعطيناكم الاستقلال. ومن هنا يعطي الطرح نتاعو اللي أيدوا هذا المراركة اللي ينقلوا فيه في كل مكان، وبعض الجزائريين، لأن احنا عندنا بعض الجزائريين اللي هما التوجه نتاعهم فرنسي أو الدراسة نتاعهم فرنسية، وتأثروا بالكتب الفرنسية هذه. لذلك تلقاهم هما دائما يقولوا بلي الجزائر كانت محتلة من طرف الأتراك، هذو الجماعة اللي يتبعوا الطرح الفرنسي. وهذا الطرح الثاني نتاع بلي ديغول. هنا راح نشوفوا بلي ديغول لم يكن أمامه خيار، وما كانش قادر يقضي على الثورة، وهذا باعترافه بنفسه، اعتراف مباشر أو اعتراف ضمني. وكما راح نشوفوه الآن هنا واش يقول ديغول دروك، يقول: إذن فثمة أسباب كثيرة كانت تحمل الشعب الفرنسي على أن يعد امتلاك الجزائر أمرا مفيدا ومستحقا، ولا ريب أنه كان يتحمل على مضض وبصبر فارغ القتال البالغ النفقات الذي نشب فيه. هنا نشوفوا مليح مما حمله على معارضة الجمهورية الرابعة التي عجزت بشكل خاص عن إيجاد مخرج لهذه الأزمة. ولكن الأمل كان يراوده بأن يتمكن الآن ديغول بعد أن يستولى على زمام الأمور من إيجاد وسيلة للتخلص من هذه المعضلة بأحسن ثمن. هنا يتحدث على معضلة ويتحدث عن أزمة، ولكن هذه الأزمة التي يتحدث عنها هنا، من أين أتت هذه الأزمة وما الذي سبب هذه الأزمة وهذه المعضلة؟ هو القتال الذي نشب والذي كان يتحمله المستوطنون على مضض، وكانوا يعارضون الجمهورية الرابعة التي عجزت بشكل خاص عن إيجاد حل لهذا القتال. كان يتحمل على مضض بصبر فارغ القتال البالغ النفقات الذي نشب فيه. من أين أتى هذا القتال؟ هو أتى من الثورة، والآن يريد أن يجد، يعني كان عندهم أمل هذو الكولون المستوطنون، كان عندهم أمل أن ديغول يلقى مخرج من هذه المعضلة بأحسن ثمن. كل هؤلاء، أنا أتحدث على المستوطنين، يقول لك كل هؤلاء كان يحدوهم الأمل الأكيد بأن الجيش سيتمكن هذه المرة. هنا يقول هذه المرة، يعني في كل المرات السابقة الجيش لم يستطع هذه المرة من إعادة فرض النظام لمصلحتهم، وكان يبدو لهم أن كل إصلاح يرمي إلى ضمان المساواة بين الفئتين ينطوي على خطر بالغ. وكانوا يرون أن المأساة التي تعانيها البلاد منذ عدة سنوات، يجب أن تنتهي بماذا؟ تنتهي بسحق الثورة والاحتفاظ بما كانوا يسمونه الجزائر الفرنسية. هنا يضعون شرط للاحتفاظ بالجزائر الفرنسية، وهذا الشرط هو ماذا؟ هو القضاء على الثورة. ولكن هل كانوا يستطيعون القضاء على الثورة؟ هذا راح نشوفوه فيما يلي. يعني هنا بعد شوفوا روك هنا ديغول كيفاش عنده عقدة من هذه نتاع الثورة، كما راح نشوفوا هنا. وكان يقابل تشددهم، هنا يحكي على الجزائريين، يقولوا كان يقابل تشددهم إصرار المسلمين المزودين اليوم بالحزم والسلاح، والذين أصبحوا مؤيدين لجبهة التحرير الوطنية وللثورة. وكان نشوفوا وش هي العقدة نتاع ديغول، كيفاش ما يحبش يعترف بالثورة، ولكنه يعترف في أحيان أخرى غير مباشرة ومباشرة. هنا يتحدث يقول لك: أما في الوقت الراهن فقد فات الأوان لفرض أي نوع من التبعية، ذلك لأن منبت الأسرة الإسلامية ودينها وطرق معيشتها ومعاملتها ردحا طويلا من الزمن كفئة دنيا مهملة مهزومة جعلها تتمتع بشخصية قوية جدا مؤلمة جدا، بحيث لا تدع أحدا يمزق كيانها أو يسودها. هنا يقول لك هذه المعاناة اللي عاشوها الجزائريين هذه قرن من الزمن، قال لك جعلتهم يتمتعون بشخصية قوية بحيث لا تدع أحد يمزقها، يعني يمزق هذه الشخصية أو هذا الكيان أو هذه الوحدة الوطنية، أو يسودها، ما تقبلش يكون عندها سيد. لا سيدة على الشعب الجزائري. احنا ما عندناش سيد، احنا ما عندناش واحد نقول له سيدي عايش سيدنا ربي يطول في عمر سيدي، ما عندناش سيد. الشعب هو السيد كما قال بومدين الله يرحمه. ومن بعد يقول لك: ولكن هل كان بإمكاني بالمقابل أن أتصور تمديد الحالة الراهنة
كلا، لأن ذلك يؤدي إلى إبقاء فرنسا تغوص سياسيا وماليا وعسكريا في مستنقع لا قاع له. هنا راه يعترف، يقول لك هل كان بإمكاني باش نقعد نحافظ على هذا الوقت الرهن؟ ما نقدرش، لأن فرنسا واقعة في مستنقع، يعني قال لك تغوص سياسيا يعني وماليا وعسكريا، ثلاث أشياء في مستنقع لا قاع له، لا نهاية له. ما هو سبب غوص فرنسا في كل هذه المشاكل؟ هي الثورة. يعني هنا يعترف بنفسه بأنه راه في مشكل كبير هنا قدامه، ولكنه فيما بعد سيقول: وقد يؤدي ذلك في الوقت نفسه إلى توريط جيشنا في قتال قمع استعماري لا طائل تحته ولا نهاية له. يعني هذا القمع الذي سيمارسه الجيش الفرنسي محاولة منه لقمع الثورة لا نهاية له، يعني لا يستطيع أن ينهي هذه الثورة. لذلك كنت محددا موقفي بالنسبة إلى جوهر الموضوع، ومهما بلغ حلمنا في الماضي. هنا يتحدث عن الأحلام نتاعهم، سما راه يقول الله غالب حتى أنا راني كيفك. مهما بلغ حلمنا في الماضي ومهما أبدينا أسفنا اليوم، وعلى الرغم من الأمل كان يصاورني في الأزمنة الغابرة، فلم يكن أمامي من مخرج سوى منح الجزائر حق تقرير مصيرها. هناك يجيني واحد يقول لي: ها هو اللي قال نمنح حق تقرير مصيرها، ولكن ركز معايا في الكلمات. قال: فلم يكن أمامي من مخرج سوى. واحد كيقول لك ليس لي أي خيار، أو لم يكن أمامي إلا هذا الخيار، أو لم يكن أمامي من مخرج سوى منح الجزائر، يعني هذا المخرج الوحيد. معناها هنا ليس خياره هو نمد للجزائر تقرير مصيرها، ولكن فرض عليه. هنا فرض عليه هذا المخرج، لأنه لو كان بيده الخيار أو لو كان لديه مخرج آخر لكان اختار أن تبقى الجزائر فرنسية، كما كان يقول هنا: ومهما بلغ حلمنا ومهما أبدينا أسفنا اليوم. هنا فرضوا عليه، ولكن في نفس الوقت يتدارك الأمر، باش ما يقولش هنا يقول فرض علي الأمر، ومن بعد ثم يقول: ورغم أنني كنت قررت الاعتراف لها بهذا الحق، فسأتولى تنفيذه ضمن شروط معينة، منها أن فرنسا الخالدة التي ستتولى منحه إلى الجزائريين بما تملكه من قوة وباسم مبادئها ووفقا لمصالحها، ولا موجب لإرغامها على ذلك نتيجة لهزيمة عسكرية. هنا يقول لهم أجبرت، ومن بعد يقول لهم ليس لي هزيمة عسكرية. سمناك شغل تحكي للناس تقول لهم نحن قوة عظمى عسكرية وخالدة وأمبراطورية وإلى ذلك، ولكننا مجبرون. تقول لهم هذه قوة عسكرية وما إلى ذلك، يقولوا خاصة المستوطنين كانوا معارضين له، يقولوا له: لا هذه القوة وكل، وعلاش راك تعطيهم ملف الاستقلال؟ يقول لهم: ما عطيتهمش، إنني مجبر على ذلك. وهذا ما يقوله هنا في الفيديو، هذا الشريط، يعني تقدروا تبحثوا عليه. هذا العنوان تاعو يظهر هنا، هذا العنوان تاعو، وتشوفوه كاملا. يعني فرنسا استعملت واحد 400,000 و 500,000 جندي، بالإضافة إلى كل أنواع الأسلحة والأسلحة المحرمة مثل النابالم وما إلى ذلك. كل هذا لماذا استعملته فرنسا؟ انظروا وش يقول، وش هو كان الهدف نتاع ديغول من هذه الحملة العسكرية ومن هذا القمع. Et c'est pour leur parler que De Gaulle revient en Algérie. Il se fait pédagogue et explique: la victoire militaire ne signifie pas la victoire de l'Algérie française. Elle permet de négocier en position de force face à un ennemi affaibli. De Gaulle est résolu à sortir du bourbier algérien qui isole la France et consume une grande partie du budget de la défense. Il déclare: l'Algérie de papa est morte. Si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. وهنا كما يتحدث هذا الفيديو أن ديغول يعترف بأن الحملة العسكرية هذه اللي استعمل فيها العدد الكبير من الجنود والمعدات وحتى الأسلحة المحرمة كان فقط ليضعف الثورة الجزائرية من أجل المفاوضات، يعني أن يكون هو في مركز قوة في المفاوضات، ولم يكن الهدف منها القضاء على الثورة، ولكن كان الهدف منها أن يكون له الأفضلية ومركز القوة في المفاوضات، حيث أنه هو بنفسه يقول: l'Algérie de papa، الجزائر تاع بابا، يعني الجزائر الفرنسية
ماتت، وإن لم نفهم هذا سنموت معها، وفرنسا ستغرق مع هذا الطرح. يعني لم يكن عندهم خيار. هذا الوضع الذي هم فيه الآن. ما الذي فرض عليهم هذا الوضع؟ وهي الثورة. هي الثورة، كما لا يريد هو أن يعترف بهذا، وكما لا يريد الكثيرون الاعتراف بهذا أيضا. في صفحة أخرى يقول: لقد اجتزنا في الواقع الخطوة الحاسمة، وإنما تسوية القضية كانت تستلزم المزيد من الوقت والقتال والأزمات والمساومات. هنا يقول: وبذلك أصبحت متأكدا. هنا بعد ما شاف واحد طبيب قالوا لازم نديو الحرية تاعنا ومن ذلك. المهم: وبذلك أصبحت متأكدا أكثر من أي وقت مضى أنه رغم تفوق وسائلنا الساحق، فإنه لا طائل من خسارة رجالنا وأموالنا عن طريق فرض شعار الجزائر الفرنسية. هنا قال لهم خلاص تأكد باللي هذه قضية الجزائر الفرنسية أو محاولة القضاء على الثورة أو الاستمرار في هذا القتال هو ما هو إلا خسارة للرجال وللأموال فقط. ومن جهة ثانية فقد أدركت أن استمرارنا في متابعة نضال وهمي، يقول لهم هذا النضال من أجل الجزائر الفرنسية ومن أجل الاحتفاظ بالجزائر هو نضال وهمي سيسيء إلى معنويات جيشنا وبالتالي إلى وحدتنا الوطنية. ما الذي فرض هذا المشكل وما الذي خلق هذا المشكل عند ديغول وعند فرنسا؟ هي الثورة. كما يقول هنا: فقد أضحى ثابتا لدي أن استمرار هذا الوضع لا يمكن أن يجلب لبلادنا سوى الخيبة والمآسي، وأنه حان الوقت للخلاص منه. نعد طالبين فك من الجزائر، نقول لا يجب أن نتخلص منها، ولكن وش هي المشكلة نتاعهم؟ هما كان المشكل نتاعهم أنهم يدفعوا قادة الثورة إلى المفاوضات، ولازم تكون عندهم هما مركز القوة في المفاوضات هذه. لذلك استمروا في ذلك الضغط الذي قاموا به. كما يقول هنا ثاني: إذ كانت الفئة المسلمة مقتنعة بأن لها ملء الحق بالاستقلال وأنها ستحصل عليه إن عاجلا أو آجلا. هنا قالوا باللي المسلمين يعني الجزائريين كانوا متأكدين ومقتنعين باللي راح يدوا الاستقلال نتاعهم وراح يتحصلوا عليه آجلا أو عاجلا. هنا ما الذي جعلهم مقتنعين ومتأكدين؟ هل قالوا خلاص جا ديغول حكم الحكم، ديغول ناس مليح مسكين دروكا يمارس الديمقراطية ويعطينا حق تقرير المصير ويعطينا الاستقلال؟ هذيك بعد تاع الانتخابات هذيك والفوت هذاك اللي داروا، هذاك ما كان إلا لحفظ ماء وجه فرنسا قدام الناس، كم كواراني أنا أعطيتهم الاستقلال عن طريق ومن خلال عملية ديمقراطية فقط. هنا راهو هو في نفسه مقتنع بالجزائريين باللي راهو ما يقدرش يقضي على الثورة. محاولته للقضاء على الثورة هي يعني ستؤدي به إلى القضاء على فرنسا. ستنتهي فرنسا لأن لازم أموال كثيرة. يعني حتى وكانت عندك العتاد والعدة نتاع السلاح وكنت متفوق في السلاح، ولكن يجب أن يكون عندك اقتصاد خلف هذا التفوق تاع السلاح باش يخليك عندك نفس طويل في القتال. الجزائريين ما كاين خاسرين والهم، بكري راهم في الميزيريا. الثوار مساكن كانت لازمتهم معدات بسيطة جدا، يعني ما كانش لازمتهم تمويل ضخم كما التمويل تاع فرنسا. هذه اللي كنت درتها في المنتدى اللي يقول فيه هنا يتحدث على محمد الخامس. يقول: فضلا عن أنه لم يكن يمنح الثوار الجزائريين اللاجئين إلى بلاده سوى التسهيلات التي تمليه عليه مقتضيات التضامن العربي البدائية، وكان في الوقت نفسه يحث زعماء الثوار على ولوج سبيل السلم. هنا كما قلت لك هنا كان يحوسوا برك على الثوار، لازمتهم يجيو يحطوا السلاح نتاعهم ويبداو في المفاوضات مع فرنسا. وكان في الوقت نفسه يحث زعماء الثوار على ولوج سبيل السلم، وقد كنت على أي حال أمينا من أن المصاعب التي يسببها لنا المغرب ستبقى محدودة طوال مدة حكمه. أنا قالوا المساعدة تاع المروك هذه ما درناش مشكل، أنا خليناه برك هكذاك باش يحفظ ماء الوجه السماء، باش يحمر وجهه قدام الناس قدام المسلمين قدام العرب. تاعني نعاون في خوتي كيما دروكا يروح يطبع مع الصهاينة، يعاون في الاقتصاد نتاعهم، يعاون فيهم مخابراتيا وما إلى ذلك. ومن بعد يروح يبعث مساعدات لغزة. انت حاكم تاكلوا ماكله نتاع نهار نهارين ولا سمانه وتخلص. هذيك الماكله وهذيك المساعدات هل ستساعد
فلسطين في التحرر، لا، هي مساعدات دائمة باش تساعدهم باش يحافظوا على المعنويات نتاعهم، لا، هي مساعدات ظرفية فقط. كما مستشفى ميداني داروا خطرة في العام، تلقاه في كل مكان، فيسبوك في كل مكان يهضروا عليه. هذه مساعدات اللي بعثها هذه المرة الأخيرة ينشروها في كل مكان. المشكل تاعها مش غير ينشروها في كل مكان، راح يفرضوها على فلسطينيين. تاع هاك شوف الملك هنا واش دار الكم، لازمك إذا أنت تتحدث عليها في ستوري أو تتحدث عليها في منشور باللي احنا تاع المروك رانا نعاونوا فيكم. ولكن كان شفت واحد خطر عطيتكم هذه القناة. المهم هذه مساعدات حنا درنا في فلسطين، خليها بيننا وبينهم وبين ربي سبحانه. ولكن هذه تاع المستشفى الميداني لا مكسرونا بها راسنا، ومستشفى ميداني ظرفي يعني في الوقت هذاك برك وينتهي. ولكن الجزائر عندها مستشفى طول العام، يعني طول العام موجود. يقول لك وجملة القول، هنا بعد يتحدث على بنو وما إلى ذلك، يقول لك وجملة القول كان بوسعنا أن نأمل بأن الجبهة الجزائرية ستتلقى بعد الآن من قبل المغرب وتونس توجيهات للعمل في الطريق السوي، أي المفاوضات. هنا هو يقول لا أحد يجبرني أن أعطي الاستقلال الجزائري. إذن أنت هنا لماذا أنت بحاجة إلى تونس والمروك ليفرضوا على قادة الثورة أنهم يجوا يديروا معك مفاوضات، بما أنك قادر تقضي على الثورة وبما أنكم عندكم القوة اللازمة لهذا؟ فلماذا تحتاج إلى دول أخرى يمارسوا ضغوطات على قادة الثورة باش يديروا معك مفاوضات؟ فرنسا انتهى وثبت لها الحساب واش كان يقول هو بلي ما يقدروش يقضيوا على الثورة هذه، حتى وإذا كانت عندهم الاستطاعة العسكرية ما عندهمش الاستطاعة الاقتصادية والمالية والسياسية باش يتموا في هذا الأمر. إن أقل شيء يمكن قوله هو أن الجزائر تكلفنا أكثر بكثير مما نربح منها. إن هذه الدولة ستتمتع بسيادتها داخليا وخارجيا، وعلى أي حال ليست النتائج العسكرية التي حصلت عليها جبهة التحرير الوطنية هي التي أملت علي ما قلته. هنا راهو يزيد يعاود يرجع يقول ما ليس العسكرية، ليست العمليات العسكرية لجبهة التحرير هي اللي حتمتني باش ندير واش درت، لا باش نقول واش قلت. هنا بعد يحاول يقلل من الثورة، يقول وفي الواقع أن الثورة التي كانت تقتل قبل الآن قرابة 50 شخصا يوميا تقتل الآن وسطيا 7 أشخاص أو 8، منهم 4 مسلمين أو 5. ومع ذلك فإن الأحداث قد أيدت ما أعلنته منذ 20 عاما دون أي ابتهاج حتما، وإنما كنت على ثقة من أنني أخدم فرنسا بذلك خدمة مجدية. يعني القرار نتاع استقلال الجزائر هذا هو راه خدمة لفرنسا، وتعرضت إثر ذلك لما قدمت عليه في سبيل تصفية الاستعمار، ثم أعلنت إذ قمت بكل ذلك فليس بدافع حركة التحرير الواسعة التي أثارت الحرب العالمية ونتائجها في جميع أنحاء العالم، وإنما لأنه بدا لي أن إبقاء فرنسا مرتبطة بالتزامات وأعباء تتعارض مع مقتضيات عظمة فرنسا وإشعاعها لا يتفق مع مصلحتها الحالية وطموحها الحديث، وبذلك أرغمت زعماء الثورة على المفاوضة. هنا يقول أرغمت زعماء الثورة على المفاوضات. إذن إذا كنت عندكم هذه القوة وكانت الثورة أرغمته هو على أن يسعى إلى المفاوضات. يعني كون جات عندهم قدرة على القضاء تاع الثورة هذه ما كانش يستعمل كل هذه التكتيكات وكل هذه الضغوطات وكل هذه العمليات العسكرية لكي يجبرهم فقط على أن يتفاوضوا معه. ومن بعد يجوك الناس يقول لك أنتم أخذتم استقلالكم فقط لأن في ذلك الوقت كما يقول هنا كان تحرر الشعوب، لأن الكثير من البلدان أخذت استقلالها وانتم راكم ديتوا الاستقلال ضمن هذه الموجة نتاع التحرر أو نتاع الاستقلال. المهم هنا ننهي الفيديو هذا. كما شفتوا من خلال المذكرات نتاعو كانت عنده عقدة وما يحبش يعترف بأن الثورة أو أنه تعرض لهزيمة عسكرية أو أن الثورة أجبرته على اللجوء إلى خيار نتاع الاستقلال الجزائر، ولكنه يعترف في نفس الوقت يعني ضمنيا أو مباشرة أن الثورة هي التي أرغمته، وإلا فإن فرنسا كانت ستغرق في مستنقع، وإلا فإن فرنسا كانت ستموت مع موت حلم الجزائر الفرنسية، وإلا 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 كما شفنا في الفيديو هذا. هذا إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.